صباح الخير والجمال، صباح كل حاجة حلوة. يا رب دايما كده أيامكم كلها مليانة خير وسعادة وكل حاجة بتفرح. الموضوع اللي عايزة أتكلم فيه النهاردة، يمكن كنت فاكرة إن هو موضوع كده عادي وما خدتش بالي منه قبل كده، لكن لما قريت فيه كتير ابتديت أكتشف إن هو عالم خاص وليه تفسير لكل حاجة. هو موضوع الأحلام. احنا طبعا عارفين ان في نوعين من الاحلام، في احلام اليقظه وفي الاحلام اللي بنحلمها واحنا نايمين. احلام اليقظه دي ساعات بتبقى مفيده ومهمه وبتدينا حافز لان احنا نطور من نفسنا ونحسن من ادائنا. بس دي لما بتكون في ليميتس معينه، يعني ما ينفعش ان انا طبعا ازود فيها، وكل حاجه الافراط فيها بيؤدي نتيجه عكسيه. فاحنا لو في عندنا القدر القليل او الليميتس المحدده للاحلام دي بتدفعنا فعلا لقدام. يعني مثلا لو انا طالب وبذاكر وعندي حلم او بتمنى ان انا ابقى مثلا وزير، او بتمنى ان انا ابقى دكتور مشهور زي مثلا مجدي يعقوب او كده، بحاول ان انا اذاكر واجهد نفسي واتعب نفسي، ومش بحس ان ده موضوع مقرف او بيضايق، لاني ببقى عارف ان ده اللي هيدفعني قدام عشان خاطر اقدر احقق الحلم بتاعي. لكن لما بزود قوي بقى في الموضوع وافضل بقى احلم بطريقه مبالغ فيها، بضيع نفسي وبضيع وقتي، وفي الاخر مش بوصل لاي حاجه. فيا ريت لو احنا من النوع اللي بنحلم كتير قوي احلام اليقظه وبنضيع ساعات فيها، نحاول نفرمل نفسنا شويه. اول ما احس ان انا كترت في الموضوع ده، اعمل فرمله شويه لنفسي. الموضوع اللي انا بقى اللي جايه اتكلم فيه اكتر اللي هو الاحلام اللي بنحلمها واحنا نايمين. هو الحقيقه انا طبعا مش هاجي اقول لكم بقى تفسير الاحلام والاحلام بقى اللي هو نقول خير اللهم اجعله خير بقى والقصص دي، لا خالص، لان طبعا ده مش سكتي خالص. انا جايه اتكلم عن حاجات علميه، حاجات اكتشفت ان الفلاسفه وعلماء اعصاب كبار اتكلموا فيها وليهم ابحاث عنها، وعملوا فعلا دراسات مكثفه عشان يقدروا يحددوا الموضوع ده، لانه يعني اكتشفت ان هو موضوع مهم وليه جذور صحيه، مش بس كده يعني حاجه طارئه في حياتنا. اول حد اتكلم في موضوع تفسير الاحلام ده كان العالم الفيلسوف الكبير سيجموند فرويد. اتكلم عن الموضوع ده في كتابه تفسير الاحلام، كان سنه 1899، يعني من سنين كتيره اتكلم عن الموضوع ده. وكان رايه بيقول ايه بقى؟ ان الاحلام دي ناتجه عن الصراع ما بين حاجتين، ما بين الحاجات الرغبات اللا شعوريه المكبوته والمقاومه النفسيه اللي جوانا عشان نقدر نكبت الرغبات دي. يعني ايه الكلام ده؟ كلام مكلكع شويه. طيب هو يعني ببساطه قوي كده ان انت جواك رغبات لا شعوريه، زي مثلا ان انت عندك واحد صاحبك بتحبه قوي قوي ومتعلق بيه جدا ومش عايز تخسره، لكن هو بيضايقك، بيعمل حاجات معينه بتضايقك قوي قوي، فانت خايف تقول له الحاجات اللي هو بيعملها دي وانك انت متضايق منه لحسن تخسره، وفي نفس الوقت هو مستمر في اللي هو بيعمله. فانت اللي بيحصل انك وانت نايم بيحصل الصراع ده ما بين انك انت عايز تكلمه وان انت خايف تخسره، فبالتالي بتحلم ان انت مثلا قلت له لا ما تعملش كده معايا، او اتنرفزت عليه او زعقت فيه. فبتطلع الطاقه اللي جواك المكبوته اللي انت مش قادر تطلعها في الحقيقه. او مثلا المدير بتاعك مضايقك وقرفك وبيعمل لك حاجات تفوق العقل وبيحط عليك مثلا تارجت عالي والكلام ده، وانت طبعا لان المدير فانت مش قادر تاخد اكشن رهيب ضده. فهتعمل ايه وانت نايم؟ بتحلم ان انت بتتخانق معاه او بتعمل فيه اللي انت عايزه، يعني بتطلع كل اللي انت نفسك تطلعه في الحقيقه، يعني بتطلعه اثناء ما انت نايم. وهو ده حاجه صحيه جدا طبعا، لان انت لو ما عملتش كده ممكن تصاب فعلا بامراض جامده قوي قوي، لانك مش قادر تفرغ اللي جواك. في عالم بقى وباحث في علم الاعصاب اسمه إريك هويل، ده بقى قال حاجه تانية. قال ان ساعات كتيره الحياه بتبقى ممله في مراحل معينه، بصراحه في اغلب المراحل يعني، بس احنا هنمشيها ان في مراحل معينه في حياتنا بتبقى الحياه ممله، ماشيه على وتيره واحده. انت بتصحى الصبح، بتروح الشغل بتاعك، بتخلص الشغل، بترجع من الشغل، بتتغدى وتنام، بتصحى من النوم، ممكن مثلا بتتخانق مع مراتك، بتقرف في عيالك، بتعمل اي حاجه كده، او لو انت ست برضو بتعملي العكس، بتقرفي في جوزك على قد ما تقدري مثلا وكده.
المهم، ما علينا يعني. المهم ان احنا الحياه ماشيه بالوتيره دي. مفيش عندنا مثلا مش بنخرج في الويك اند، مش بنخرج مع اصحابنا نغير جو، مش بنعمل اي اكتيفيتيز، مش بنروح نوادي، مش بنعمل اي حاجه كده. فبالتالي الحياه ماشيه بملل رهيب. فهنعمل ايه بقى؟ واحنا نايمين هنبتدي بقى نحلم ان احنا مثلا ماشيين في جناين، طالعين رحله جميله قوي قوي مستمتعين فيها. بنعمل مثلا لو انت بتحب الكوره ممكن تحلم مثلا انت بتلعب ماتش كوره مع اصحابك بقى ومستمتعين خالص، او ترجع لمرحله الطفوله بقى تفتكر وقت معين انت كنت بتستمتع فيه جدا جدا مع اصحابك مع عيلتك مع الكلام ده. فبتطلع بالتالي من الجو الملول الفظيع اللي انت فيه. وبرضو احنا قلنا ان دي حاجه صحيه، لانك لو عملتش كده فانت يعني هتبتدي مع الوقت تبقى نموذج يعني فظيع للحياه الممله اللي انت فيها. فهي بتاخدك بعيد شويه عن الواقع، وبالتالي انت نفسيتك بتتحسن شويه. يعني بتقوم من النوم الله كده نفسي اعمل كده، وبتحس ان انت يعني مرتاح شويه. في بقى عالم تاني، عالم اعصاب برضو، اسمه انتي روكونسو. هو ده بيقول ان تقريبا معظم المشاعر اللي احنا بنحلم بيها بتبقى مشاعر سلبيه. وهو انا شويه مش معاه في الموضوع ده. هي ممكن تكون في شويه كتيره منها، لكن احنا قلنا ان ساعات كتيره بتبقى مش سلبيه ولا حاجه. بس هو المشاعر السلبيه اللي بتطلع في الحلم دي بتبقى مفيده قوي ساعات. في ايه بقى؟ مش بس اللي قلنا عليه قبل كده، واللي عليه مثلا إريك هايل ولا سيجموند فرويد، لا، دي بتخليك انت شويه تتخلص من المخاوف اللي عندك، بس ايه، في بيئه اقل خطر شويه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن مثلا انت متضايق من حد قوي قوي ومش قادر تستحمل الضيق اللي انت فيه. فانت حاسس انك انت وصلت لمرحله انك عايز تعمل فيه مشكله كبيره، عايز تنتقم منه وعايز تقتله وعايز تعمل فيه مصيبه. فانت طبعا مش هتقدر تعمل الحاجه دي في الحقيقه، ولو عملتها في الحقيقه هتبقى كارثه. يعني انت لو قتلت واحد في الحقيقه يعني هتبقى كارثه بجد يعني. لكن انت لما تعملها في الحلم، انت كده بتقدر تطلع اللي انت يعني اللي جواك، بس في بيئه اقل خطر شويه. يعني انت مش هتحصل لك حاجه، انت حلمت فطلعت الطاقه المكبوته اللي جواك، لكن في نفس الوقت ما ضرتش حد، ماشي. وفي نفس الوقت بتساعدك ان انت مثلا تتدرب على حاجه محدده، ما يبقاش الموقف اللي حصل لك بعد كده انت يعني ممكن في مشكله بتضايقك كتير، ماشي، وانت متعود انها بتحصل لك كذا مره مثلا، او حاجه متعود انها بتحصل، زي مثلا حد بيضايقك في الشغل او كده. بتتدرب في الحلم ان انت تقدر تمسك نفسك شويه. يعني ما بتبقاش حاجه جديده عليك ان هو الحد ده جه يضايقك او حد ضغط عليك في حاجه، مش بتبقى موضوع جديد عليك، يعني بتبقى اتدربت شويه عليه. هو في حاجه كمان، يعني مش لازم اللي انت بتحلم بيه هو اللي يكون حاصل في الواقع اكزاكتلي كده بحذافيره. لا، يعني ممكن مثلا انت تكون جاي لك كابوس ان انت مثلا ايه، ده يمكن كتير قوي قوي لنا بيحلموه لغايه دلوقتي الحلم ده، ان انت مثلا كنت في امتحان صعب قوي ومثلا فاتك الامتحان او معرفتش تحل، الاسئله كانت صعبه قوي قوي، خلص الوقت وانت لسه فاضل لك اسئله كتير. الحلم ده مش بيبقى بيعبر ان انت فعلا داخل امتحان، لا، هو ممكن ده بيأثر بيدل على انك كنت في مشكله كبيره، او قدامك مشكله انت عايش فيها دلوقتي وعايز تطلع منها. فبتجيب لك الخلفيات اللي كانت عندك قبل كده، اللي كانت حاجات صعبه، المواقف الصعبه اللي انت دخلت فيها من وانت صغير، اللي هي يعني بتبقى تقريبا في الامتحان. في اخصائيه امراض العصبيه اسمها ايزابيل، جابت مجموعه من الطلاب اللي هم عايزين يدخلوا كليات حلوه ويعني يثبتوا جدارتهم في الكليات دي، وخلتهم كده بيناموا وفي بيئه معينه كده، جو هادي، ولما صحيوا ابتدت تسالهم ايه اللي انتوا حلمتوا بيه. فاكتشفت طبعا ان هم كلهم حلموا تقريبا ان هم يعني داخلين الامتحان، وامتحان صعب قوي، وهم يعني طبعا كانوا بيتفاوتوا ما بين اللي هو عارف يحل في الامتحان واللي ما عرفش وكده. لكن اكتشفت ان الطلاب اللي هم قدروا يحلموا وهم نايمين، في الحقيقه بقى لما دخلوا الامتحانات قدروا يجيبوا درجات اعلى كتير من الطلاب اللي ما قدروش يحلموا.
وده طبعا دليل على ان الحلم ساعات كتيره بيبقى بيدينا فايده كبيره، مش مجرد حاجه كده عبره. آم، مش دايما الحلم بيبقى برضو ناتج من مواقف حصلت لنا قبل كده. في احيان كتيره برضو بتبقى انت اتفرجت على فيلم رعب قبل ما تنام، فلما بتنام بتحلم بالحاجات المرعبه اللي انت شفتها. او مثلا ساعات بتبقى حاجه مرضيه، انت مثلا عيان وحرارتك عاليه، فلما بتنام بتحلم بحاجات زي كوابيس او كده. او مثلا انت عايش في حاله كبيره من التوتر والانزعاج وكده، فلما طبعا برضو بتنام بتشوف احلام مش كويسه. هو انا كنت عايزه اقول ان اصلا يعني في انواع كتير من الاحلام. زي مثلا في احلام بتبقى من ربنا، والاحلام دي طبعا كان ربنا بيديها، وغالبا كانت بتحصل زمان اكتر يعني. زي مثلا الاحلام اللي حلمها فرعون عشان استبقاء حياه، عشان خاطر يبلغ الشعب بحاجه معينه والكلام ده. ولازم نعرف ان في كمان احلام من الشيطان. الشيطان ساعات كتيره بيجيب لنا احلام معينه عشان يزعجنا. طبعا دي غالبا، مش غالبا، هي دايما بتبقى عشان خاطر تزعجنا. في نوعيه تاني كمان من الاحلام، دي بتبقى نتيجة وضع الجسم اللي احنا نايمينه. يعني مثلا انت لو طفل صغير ووقع من على السرير، ممكن قوي يحلم ان هو بيقع من فوق جبل. وطبعا لو حد كبير برضو، يعني مثلا حد هزه جامد او كده، ممكن برضو يحلم ان في مثلا اسد جه ياكله او وقع برضو الكلام ده. لو انت تعبان قوي وجاي مثلا من شغلك مرهق، يوم كامل من الشغل ويوم متعب جدا ومرهق قوي قوي، وجيت بتريح والالارم بتاعك رن، في اغلب الاحيان انت من كتر ما انت تعبان ومش قادر تقوم تطفيه، انت بتحلم ان انت في جرس تليفون عمال يزعجك ويرن 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 لغايه ما بيطفي الالارم ده، سواء حد جه طفى جنبك، هو انت مثلا عامله بطريقه معينه انه بيطفي بعد وقت معين او كده. بتبص تلاقي نفسك حلمت ان خلاص جرس التليفون وقف لغايه كده. طبعا في ناس كتير هتقعد تقول بقى لا، طب الاحلام دي يعني مثلا زي اللي هو لو شفت دم في الحلم بقى بيفسد الحلم والكلام ده. انا الحاجات دي بصراحه مش بعتقد فيها خالص، ومش بصدقها، لانها بعتقد انها مش حاجات علميه ابدا يعني. طبعا يعني في ناس بيقولوا ان مثلا الالوان في الاحلام ليها دلالات معينه. يعني مثلا انت لو شفت اللون الابيض بكثره في الحلم بتاعك، ده بيدل على ان حياتك جميله، مش الحياه المستقبليه، لا، الحياه اللي انت عايشها اكشولي في حياتك كده دلوقتي. انت الحياه بتاعتك مستقره في الوقت ده، وانت شخص هادي بطبيعتك والكلام ده. لو شفت لون اسود، العكس تماما، بيدل على ان في قلق كتير في حياتك وحاجات صعبه والكلام ده. الحاجات دي ممكن تكون لحد ما كبيره يعني مهمه او صح، لان يعني برضو الى حد ما بتبقى شويه فيها جزء علمي. في كمان ناس بتقول ان اللون الاخضر بيشير انك انت سعيد شويه، او ان في استقرار في حياتك في الوقت ده برضو يعني. واللون الازرق بيشير للثقه في النفس. لما بتبقى عندك ثقه جامده في نفسك وتبقى متصالح مع نفسك، بتشوف كتير اللون الازرق في احلامك. يا ريت يكون الفيديو ده فاتكم شويه وعرفكم ان انت لما بتحلم مش ما تقلقش وما تخافش من الحلم بتاعك. ما تقعدش تقول لا ده انا هشوف حاجات وحشه في النهارده والكلام ده، لا بالعكس تماما. الاحلام دي بتدل على الواقع اللي انت عايشه، مش الحاجه اللي هتحصل في المستقبل. يا ريت يكون الفيديو فعلا فاتكم شويه، ويا ريت اعرف تعليقات منكم. يا ريت تكتبوا لي تعليقات تقولوا لي اذا كان الفيديو عجبكم. باي باي.